نرمين مديرها زعق لها بسبب ضغط الشغل، فضلت 3 أيام بتعيط. نرمين لما بتسمع صوت الكلاكسات في الشارع بتحس إن الكلاكسات بتخبط في جسمها وبيجيلها صداع جامد قوي. لو حد كتب لها تعليق سلبي على السوشيال ميديا بيجيلها إحباط من الحياة كلها. يا ترى سمعت القصة دي كم مرة قبل كده؟ بالمناسبة، نرمين مش دراما كوين. نرمين ببساطة عندها سمة التحسس عالية أو النيوريتيسيزم، والسمة دي هي واحدة من 5 سمات موجودة في نظرية السمات ال5 الكبرى للشخصية، ودي 5 سمات موجودة عندنا كلنا ولكن بدرجات متفاوتة. اللي درجته عالية في سمة التحسس بيتفاعل مع التهديدات والنقد أسرع من غيره وأقوى من غيره، وبياخد وقت أطول علشان يهدى. طيب واللي درجته قليلة بيعدي المواقف الصعبة ببساطة، ولو عنده امتحان بطنه مش هتكركب، وبيقدر يفصل نفسه عن المشاعر الصعبة بسهولة. كل ما زادت درجة التحسس كل ما الشخص بقى عرضة أكبر لأنه يعاني من اضطرابات المزاج والقلق، اللي بالمناسبة أكتر من 5% من المصريين بيعانوا منها. المهم هنا بقى هو إنك تفهم طبيعة شخصيتك، تعرف أنت فين في مستوى التحسس، هل مستواك عالي ولا مستواك قليل ولا في النص ما بينهم. ولما تعرف طبيعة شخصيتك تتقبل إن دي ميولك التلقائية وإن دي الشكل اللي ربنا خلقك بيه، وبعد كده تبدأ تتعلم مهارات تساعدك تتفاعل مع طبيعة شخصيتك دي بشكل يخلي شخصيتك تشتغل لصالحك مش ضدك. لو عايز تعرف أكتر عن الشخصية وكل حاجة حواليها اعمل لنا فولو علشان تشوف فيديوهاتنا اللي جاية، وما تنسوش تدعوا لإخواتنا. وبس كده، سلام.